خطوة جديدة بدأتها السعودية في مجال الصناعات العسكرية البحرية بعد تصنيعها سفنا حربية مجهزة بالوسائل والتجهيزات كافة المعتمدة ضمن المواصفات والمعايير الدولية. الصناعة العسكرية ستكون فخر لأي شركة تبدأ فيها في المملكة، والصناعة ما هي سهلة ومعقدة وفيها تفاصيل دقيقة، لكن إن شاء الله نأمل أنه بدعم حكومة خادم الحرمين الشريفين ومعالي وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان والقوات البحرية، وأنهم يساعدونا في المجال هذا، وإن شاء الله نقدر نتوسع. يعني إحنا دخلنا مناقصة لحرس الحدود الكويتي ضد 22 شركة عالمية، والحمد لله ولله الحمد تفوقنا من الناحية التقنية ومن الناحية التجارية. السفن العسكرية التي أنتجتها السعودية كانت لصالح دولة الكويت، وذلك ضمن اتفاقية جمعت وزارة الداخلية الكويتية ممثلة بخفر السواحل الكويتي وترسانة الزامل لبناء السفن في ميناء الملك عبد العزيز في الدمام، وذلك لتصنيع 4 سفن عسكرية تم تدشين آخر دفعة منها في ميناء الملك عبد العزيز في الدمام، وتضم سفينتي السيف 30 والجليعة 40. استلمنا الزور 10 وحاليا بالخدمة، وصراحة تتمتع بمميزات بحرية قمة التكنولوجيا، وفيها مميزات عالية ومنظومة رادارية وفيها كاميرا حرارية، نقطة أمنية للمنشآت النفطية أو أي مكان بحري تراه خفر السواحل لأمن الحدود البحرية. بنينا أكثر من 50 سفينة، بنينا 10 سفن بتصريح من شركة روز رويز الأمريكية، وبنينا سفن للقطاع الخاص، وبنينا سفن للمؤسسة العامة للموانئ، وبنينا سفن لحرس الحدود، والآن اليوم نحتفل بحمد الله ببناء 4 سفن مساندة لقوات حرس الحدود الكويتي. خبرات متراكمة كانت كفيلة بتطوير صناعة السفن في السعودية في مجالات مختلفة، وفي إنتاج السفن العسكرية والحربية منها محليا والبدء في تصديرها دوليا. بدر الشهري، العربية، الدمام.